تملك مش تملك. لا انا بحس الصحاب العاديه. اسمعي انت الاول. مش التملك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معانا النهارده هاجر يحيى صاحبتي. ان شاء الله الحلقه تبقى لذيذه جدا. الحلقه النهارده عن ايه يا هاجر؟ هتكلم عن الصداقه، بما اننا اصحاب بقالنا 6 سنين وداخلين في السابعه ما شاء الله. ان شاء الله احنا اصحاب من ثانوي وبقالنا كتير قوي. كنا في يوم عشوائي جدا، كنا خارجين مع بعض وعمالين بنسال بعض اسئله، فقلت لها ايه ده يا هاجر، طب ما تيجي نعملها حلقه ونتناقش في الاجابات مع بعض. فجات لنا الفكره دي في يوم عشوائي جدا، فقلنا ان احنا نعملها. ايوه. وما يغركوش هاجر ان هي هاديه، هاجر كلها نشاط حيويه بس هي مكسوفه. ماشي. انا مبسوطه قوي ان انا مع سما النهارده بنعمل فيديو عن الصداقه. يعني انا ما بحبش الكاميرا خالص، بس يعني عشان سبا كل يوم. وهكلمكم شويه عن هاجر بسرعه كده. هاجر انا عارفاها في تانية ثانوي، واول ما عرفت بيها ان انا وهي بنحب القراءه وان احنا اهتماماتنا اغلبها مشتركه، وان هي شطوره جدا بتعمل فويس اوفر وبجد. وعندها بودكاستين دلوقتي، بودكاست انتيكا وبودكاست قعده وصال، تحفه. يعني انتوا يعني فايتكم كتير لو ما سمعتوهمش. اول سؤال معانا يا هاجر هو من وجهه نظرك ايه الحاجه اللي ممكن تنهي علاقه اتنين صحاب مهما كانت قويه؟ انها تنشغل عني وبطل تكلمني وكده. بصي، هو انا براعي ان هو بشغل الناس وكده، بس لا، يعني لازم يبقى في تواصل. يعني نخرج نكلم بعض، اشوف انت عندك تواصل من ناحيه ان هي ممكن مثلا ما بتكلمكيش على طول، مش شرط ان انت مش شرط تنزلوا تكلمني على طول، بس اللي هو تبقى موجوده في حياتي، يعني تبقى بتشاركك. تتحافظ انها تبقى موجوده في حياتي، مش اللي هو خلاص عشان هي مشغوله فخلاص بقى نقطع العلاقات وكده. فبحس ان ده ممكن يساهم ان العلاقات خلاص مع الوقت، يعني مع الوقت هتنتهي. احنا ما بقيناش بنتواصل، بنقول عادي اصل مش مهم، اصل مشاغل. فمع الوقت هتنتهي. تمام. طيب يعني مثلا مش خناقات او خلافات او حاجات؟ بصي، هو انت طبيعي. دي اكتر حاجه بالنسبه لك؟ يعني هو طبيعي بين اي علاقه في الدنيا في خلافات وفي خناق وكده، بس بس يعني نقدر نسيطر عليها عادي. يعني هو عشان لما احنا نكون صحاب حقيقيين ف فمش هيتأثر خلاف او حاجه، مش هيبقى في خلافات، لان احنا مع الوقت اصلا، يعني مع الوقت حتى لما تلاقي صحاب بقالهم سنين هتلاقيهم فاهمين بعض قوي. كل واحده فاهمه احتياج التانية، كل واحده اصلا بتبقى عارفه التانية بتنفعل ليه. اوكي. فبتحاول بقى تهندل ده وتحاول تلم ده، وكمان بيبقوا عايزين يحافظوا على العلاقه دي. يعني مش شرط انها تبقى سامه، لا، بس طبيعي اي صحاب في الدنيا او اي علاقه في العالم خلقها ربنا، يعني مش هدخلوا من خلاف ما او خناق ما او كده. بس انا عن نفسي حاسه ان هي مثلا ان انا ابقى بتكلم واللي قدامي فعلا مش فاهمني، لازم ان انا ابرر على طول نفسي، او ان انا مهما عملت من افعال هو خلاص هي اللي قدامي مش عارف ان انا بتصرف في التصرف ده ليه. ده اكتر حاجه بجد بتضايقني. يعني ممكن احس ان انا في مرحله ما من الحاجات المهمه. ان انا في مرحله ما ممكن يعني اقطع علاقتي باللي قدامي علشان حاسه ان اللي قدامي فعلا مش فاهمني. دي اكتر حاجه. لكن لو اللي قدامي حاسه ان هم فعلا فاهميني، بحس ان اي حاجه ممكن اعرف عادي اهندلها، حتى لو الشخص اللي قدامي فيه صفه انا مش عاجباني. تمام. السؤال اللي بعده، ايه الحاجات اللي بتحسسك ان هي بتخنقك من العلاقات، او بتحسي ان هي يعني ممكن تقرب ان هي تبقى توكسيك اصلا، علاقه سامه؟ بصي، هقول لك انها مثلا تجربتك الشخصيه. ايوه، ما بقول لك. ان هو تبقى بتتعمد انها تقلل مني مثلا قدام صاحب مثلا او حد، او تقعد تقلل مني، او مثلا اللي هو تتعمد تقولي ان انا مش حلوه، ان هو انا مش شاطره في الحته دي او كده. وانت فعلا حسيتي عشان انا حد بياخد باله من التفاصيل قوي، فممكن يعني ممكن حد ما يبقاش قصده، بس انا اخد بالي. يعني انت برضو حساسه. لا تضايقني. ممكن برضو اللي هو ايه ابقى انا مثلا لسه اللي هو ببتدي احب نفسي مثلا، وابتدي ان انا اشوف ان انا بعمل حاجه حلوه وكده، وهي بتبدا تحطمني بقى، اللي هو ايه، تقول لي لا ده مش حلوه خالص، مش عارفه ايه، ويبقى قصدها ان هو التحطيم اللي هو ده. مش مثلا بتنصحك في حاجه، لا هي اصلا عايزه تحبط من معنوياتك وما تكمليش اصلا. وبرده ممكن برده حاجه تانية، اللي هو مش بتبقى مقدره اللي انا بعمله عشان مش حاجه. يعني مثلا ممكن حد مثلا يدي من وقته، يبقى هو مشغول ومش فاضي وعنده حاجات تانية، بس هو بيحاول يرتب وقته علشان يبقى فاضي للناس دي. وقت ما هو يحتاج للصاحب ده ما بيلاقوش بقى، انه يقعد يقول له ما كنتش موجود، قصدي ما اعرفش ايه، قصدي والله اسف. برضو حاجه، بس هي ممكن ما تبقاش ريد فلاج قوي، بس هنقولها وخلاص. لا هي دي بتضايق قوي على فكره. انت تحسي ان اللي قدامك مش مديكي اولويه زي ما انت مديها. دي بتضايق قوي، حاجه وحشه قوي، بتضايق قوي اللي هو تحسي ان هو اللي هو انت دايما متاحه ليه، وهو لا، هو لازم في حاجه هو وراه مشاغل. في حاجه بتمنعه، مع ان برضو كلنا في حياتنا مشاغل بالظبط، كلنا عندنا حياه وكلنا، بس اللي هو حرص الواحد على ان هو يبقى علاقته دايما بصحابه ويقابلهم على طول وكده. برضو حاجه هي ممكن ما تكونش ريد فلاج قوي، بس يعني
ممكن ناس اشوفها انا قولي. انا مش قوي اوكي. ان هو ينسى مناسبات مهمه في حياه الشخص ده. بجد ممكن تضايقك قوي؟ مش قوي يعني، بقول لك هي ممكن مش تسبب مهمه لكل أوكي. الناس، بس هي ممكن بس صعب على فكره، لو حد نسى عيد ميلادي احس ان انا متضايقه قوي. صح؟ بقول لك بتضايق. اللي هو مثلا عيد ميلادك يوم مهم في حياتك، ان هو لو كان حزن بقى ولا فرحه مش ايوه فارقه. ايوه صح. اتضايق قوي ان هو ده صاحبي ده غالي، المفروض يبقى جنبي، المفروض ما اعرفش ايه، وتلاقيه بيشارك الحاجات دي مع ناس تانية، واللي هو انت لا مش موجوده. ايوه هو مش موجود في وقت مناسباتك المهمه، بس عارف يبقى موجود في حياه ناس تانية، فبتضايق قوي، بتزعل. فاهماكي. طب انت ايه؟ حاجه بتخنقني ممكن في العلاقات، ممكن صحابه كده بتخنقني شويه ما تاخديهاش عليكي ماشي. ان ممكن ايه ده؟ بقول لك ما تاخديهاش عليكي. ماشي هنشوف، قولي سمعيني. ممكن بتضايق شويه لما احس ان صاحبتي حساني ان انا ملك ليها، مش انتي والله العظيم. طب يا جماعه طريقه في الفيديو والله ما قصدي انتي، هقولها لك بطريقه تانية. في غيره بتبقى ما بين الصحاب، صح؟ غيرتي او غيرك، مش شرط انتي والله العظيم. كملي سامعاكي. الغيره ما بين الصحاب انتي بتشوفيها ان هي بتبقى في اللذيذ ولا بتبقى عامله ازاي؟ بصي الغيره مش تملك ده حاجه تانية خالص. تمام، انا مش بتكلم عن التملك، انا بتكلم على ان الغيره بصي انت دلوقتي عندك واحده صاحبتك بتحبيها قوي ومعاكي بقى لها سنين، والمفروض انها في مكانه قريبه وعزيزه قوي قوي قوي. لما استني اقول لك لما يوم تحس ان فعلا هي بدات ما تبقاش قريبه مني وان هي تحس بمشاعر وحشه، انا مش بتكلم خالص ان هي لما تيجي تقول لي ان انا بقى ابقى قرفانه، هي ممكن تكون حاسه ومش بتقول لك. تمام. على فكره في ناس كده، يعني هو مش هينفجر من مره واحده، ده لازم يبقى مره واثنين وثلاثه، وهو شايف نفسه كبت، بس خلاص فمره تانية من حقه يزعل. تمام. فاحنا هحطك في نفس الموقف، انت دلوقتي وصاحبتك دي بقى عايشه حياتها مش عليك، انا بقول مثال، وعايشه حياتها مع ناس تانية ومبسوطه وفرحانه، وعلى طول بقى شير ومش عارفه ايه، وحب ولفلفه والحب ولع في الذره والكلام الجميل ده. حاسه ان انا حلاوه شويه. في ناس تبقى اوفر. انا مش كده، مش تملك، مش تملك. لا انا بحس الصحاب العاديه. اسمعي انت الاول. مش التملك، غير الصحاب العاديه. يعني هقول لك في ناس، اللي هو تتضايق لو صاحبت واحده ثانيه، لو خرجت مع واحده ثانيه، لا ما تنزليش مع دي، ما تخرجيش مع دي، مثلا لو شافتها خرجت مع تقطع علاقتها بيها، لا مش درجه قطع علاقتها، لكن لو مشاعرها اتضايقت، زعل من المحبه، زعل ناتج من محبه، ان لو انت بتحبي الشخص ده، لو ده انا على عيني وعلى راسي. لكن اللي هو في ناس بتبقى مستفزه قوي هنقطع السؤال. انتوا جايبيننا هنا تهزقونا. هنقطع السؤال ده حفاظا على علاقتنا يعني. بس والله انا مش قصدي عليكي، انا بقول لك احنا على خفيف. يعني مثلا لا انا بحس ان انت ما عندكش الموضوع ده خالص. طب الحمد لله. لو مثلا في موقف انا حسيت فيه، انا ممكن شويه، لا اسمعيني بس، لو مثلا في موقف انا حسيت فيه ان انت حسيتي ان انت هي تبقى فعلا زي ما انت بتقولي مشاعر زعل ناتجه من محبه. ايوه هو كده، ما هو فانا لازم اقدر مشاعرك، انا بحس كده، لكن دي مالهاش علاقه بالتملك. ما هو يا سما، ما هو يعني هو حاجه وحشه قوي والله، شعور وحش. يعني خليني انت تبقي قاعده في البيت زعلانه مكتئبه وصاحبتك مثلا قريبه، هو مش بنقول ما تخرجش، ايوه بنقول ما تروحش، بس لو ما تبقاش مراعيه شعورك ومقدراكي وعايشه، بس هي ممكن تكون خارجه عادي ومراعيه شعورك. انت بتغلطيني وخلاص. مش قصدي والله، يعني مثلا ما انت يعني هقول لك انا بتروحي كليه بتقابلي ناس حتى لو مش قريبين عادي يعني، بس اصحاب الكليه غير اللي انت بتقولي عليه ده. ما اكيد صحابك انا بالنسبه لي لا، انت بتقولي حاجه تانية خالص، انا مش موافقه. انا قصدي ان في ناس ايا كان، انت اول ما بتلمحها مع واحده بتطي ناشتها كانهم يعني مخطوبين، عارفه علاقه المخطوبين؟ مش احنا والله، انا بقول لك ناس تانية. لا انا بزعل على الساكت، بس المفروض تبقي عارفه ان انا زعلانه مثلا. اكيد انت عارفه ان حاجه زي دي بتزعلني، اروح اعملها ليه؟ يعني مثلا واحد ما بيحبش مثلا الصودا، وليكن ما بيحبش القهوه، او اروح انا اخرج معاه اقول له انا عارفه انك بتحبي القهوه، وابقى متقبل ان هو يبقى مبسوط عادي وهو ما بيحبهاش. انا مش فاهمه الغايه من اللي انت بتقوليه. اللي جاب القهوه والصودا اللي احنا بنقوله. ايوه يعني انت مثلا واحده صاحبتك، انا حاسه ان الفيديو قلب بخناقه. بقول لك نتجاوز السؤال ده. يعني هو ايه، بيبقى حد بيحب انت عارفه ان الحد ده ما بيحبش الحركه دي، ما بيحبش الموضوع ده. زي ايه؟ انا بخاف قوي ان يعني ايه معزتي او غلاوتي على الناس اللي بحبها تتحرك ويحل مكانها، حتى لو هو بيقول انه لا. هو بيبقى باين، يعني بيبقى في افعال بتقول انه انت بتكذبيني وتقولي لي ان هو لا ده مفيش حاجه، بس هو بيعمل افعال تقول لي لا ان انا شعوري صح. بس في ناس، يعني هقول لك، انت طول حياتك هيعدي عليكي اشخاص
انت طبيعه الحال اكيد هتتصاحبي على ناس، فكل واحد بيبقى عنده مكانه. ده مش شرط، ده مش ملوش علاقه بان انت مكانتك انت اللي هتتغير، انت مكانتك لسه مش زي ما قصدي هي. كده، هو عادي يبقى فيه زملاء وناس بنتعرف عليهم. زملاء، اخدت بالكم الزملاء اه دي؟ بهزر والله بفكك. انت شايفه ان الصحاب بعدد السنين في حياتنا، ولا بالمواقف وتبقى في مده قليله؟ لا مش شرط خالص مده معينه، ممكن تبقوا صحاب لسه متعرفين على بعض مثلا من سنه او حاجه، ويبقى حصل ما في خلال السنه دي مواقف كتيره علمت في حياتهم. يعني مثلا موقف مثلا ابقى مثلا متضايقه او مخنوقه او ايا كان، ومزاجي مش احسن حاجه، وكلمتك كنت موجوده وكلمتيني وعرفتي تحتويني كويس، ودي بالنسبه لي موقف، يعني مواقف من الحاجات اللي تضيف لك، فاهمه؟ بحس اكتر الحاجات اللي بتعلم المواقف الصعبه او المواقف الحزينه، الحاجات دي اكتر بتعلم من المواقف المفرحه، او ان انا مثلا طبعا الصحاب انت تعرفي من عينيهم اذا كانوا هم فعلا فرحانين لك ولا لا. بحس مثلا لو داخله عليك متحمسه قوي وقلت لك على حاجه انا هعملها او كده، لو حسيت ان انت وشك فعلا باين من عينيك ان انت فرحانه، فعلا بحس ان لا، يعني فعلا دي صاحبه صح. لكن في ناس بتجامل بقى، الله تحفه مش عارفه مجامله اي كلام وخلاص، فاهمه؟ فدي بتتقاس، مش بتتقاس خالص بعد السنين. وطبعا في ناس بتكمل مع بعض مثلا من ابتدائي لحد دلوقتي وبيبقى علاقتهم كويسه. على فكره ده بيبقى اصحاب، يعني ده معناه ان هم احنا شافوا بقى كل النسخ من حياه بعض وتقبلوها أيوة وعاشوا أيوة. معاها. انا اصلا بحس ان انا كل يوم عندي نسخه، كل يوم عندي نسخه ما. القلم كل يوم عندي نسخه ما وما بالك بقى سنين بقى طويله، فانا بقى في مم. شخصيات كتير ما شاء الله اللي بيقعدوا مع بعض 15 20 سنه دول ويبقوا يعني ما شاء صحاب الله. بنفس الدرجه. ايوه ما يعني شاء نفس الله. الدرجه اللي هم مم. يعني بحس في صحاب بيبقوا مع بعض كل السنين دي، بس مع الوقت بتقل الصداقه. مدى الصداقه، بتلاقي ناس حلت مكان. لكن اللي هم صحاب فعلا الفتره دي كلها صحاب ومتقبلين بعض ومتقبلين عيوب بعض و... ولسه لحد دلوقتي بيحبوا بعض، رغم اكيد ان هو ما هو الانسان طبيعي يطلع منه زلات، يغلط، ممكن يقول حاجه زعل هو ما يبقاش قاصد. فبحس ان دي طب انت بتقيس مدانه الصداقه. بتحسي ان ممكن يكونوا صحاب مثلا بقالهم 15 20 سنه، مش شرط يكونوا بيكلموا بعض كل يوم، بس لسه معزتك جوه قلبي زي ما هي ومعزتك جوه قلبك زي ما هي؟ بس ده نوع تاني، مم. يعني اللي هو حتى لو ما بتواصلوش مع بعض، علشان ما بيبقاش بقى، يعني هو بيبقى صداقه بس بيبقى زي حنين انه حد شاركني فتره معينه. من ايوه حياتي. ايوه. فاللي هو لما نرجع نكلمه او بنرجع احنا بنحبهم وبنعزهم، بس لو احنا زي ما نكون لما بنكلمهم بنبقى مفتقدين الفتره اللي هم كانوا فيها فعلا. بس ده بتحسي ان انت رجعتي تاني عيله صغيره او بس كل حد فينا بقى ليه حياته وليه صحابه، بس احنا عادي احنا لسه ما زلنا بنحب بعض. بالظبط. بالنسبه لك في حدود انت حاطاها لنفسك ما ينفعش اي حد يتخطاها حتى لو كانت صاحبتك، ولا علشان هي صاحبتك المقربه فممكن يبقى ليها استثناءات؟ بصي هو طبعا في استثناءات. اوكي. هو بس ما ده ما يمنعش ان هو يبقى في حدود، بس مش حدود اللي هو يعني مثلا في حدود اللي هو انها مثلا تبدا تقول حاجات مثلا في شكلي او تجرح من الاخر، تجرح مش او تنصح مثلا باحترام. ايوه واللي هو مثلا تبقى حاجه انا شايفه نفسي فيها شاطره قوي مثلا وحاسه نفسي موهوبه، وهي تبدا تحس انها بتتكلم عليها، ودي حاجه انا بحبها، فدي حاجه ممكن ما اقبلهاش. لا ده يبقى كده استخفاف وقله ادب بصراحه. بامانه. فده حد، يعني ده ممكن أيوة حد ان الحاجات دي لا، حتى لو هم قريبين جدا من بعض لازم يبقى في حدود. لا انا اؤيد حدود جدا. بس مش اللي هو ايه اللي هو ما تكلمنيش كده اللي هو ان احنا لا ما نخافش نقول حياتنا لبعض وكده، لا نقول عادي، بس اللي هو الحاجات اللي ليها علاقه قوي بحاجات ما ينفعش اي حد في الدنيا. الشكل البشره كده، اي حاجه تخصصنا مثلا شغلنا اي حاجه، دي حاجه ما ينفعش اي حد في الدنيا يتكلم فيها كده. اوكي. بصي يا سما، ودي يا حبيبتي ايه الحاجات اللي بتحتاجيها تكون في صاحبتك؟ الحاجات اللي بحتاج ان هي تكون موجوده ان هي تكون بتفهمني، ان انا مثلا لو حصل اي موقف حتى لو مش من طبيعه شخصيتي، مثلا موقف غريب يعني مثلا ممكن ما تتوقعش ان انا اعمله، تبقى هي من نفسها عارفه ان لا سما مش هتعمل كده، سما لو عملت كده اكيد في حاجه خلتها تعمل كده، فاهمه؟ مش هتخليني دايما ان انا ابقى ببرر. وطبعا هم لو صحابي قريبين جدا هبرر لهم وعلى قلبي يعني عادي، فاهمه؟ بس تكون بتفهمني، دي احلى حاجه في الدنيا، تبقى بتفهمني، ما بتبقاش تحسسني دايما بالراحه، ابقى مرتاحه في العلاقه، ما بقاش بقى دايما مضغوطه في القصه، نبقى بنريح بعض، وطبعا تبقى بتديني وقتها. صح. وانتي؟ بصي الامان ان هو حاسه ان هو انا الامان من ناحيه الامان والونس. هقول لك الامان اللي هو ان انا ابقى في امان ان انا احكي لك اي حاجه، اقول لك على اي حاجه. ممكن تكون في حاجات انا مثلا عملتها ودي مش شخصيتي مثلا، بس انا لو انفعلت مثلا او
الواحد ساعات بتمر عليه حاجه وتطلع منه حاجه هو نفسه مش حاببها، مم. فيبقى في امان ان انا اقول حاجه زي كده، تمام. اللي هو الشخص ده مش هيحكم، مش هيبقى شايفك. صورة اصل واحدة. شخصيه البني ادم مش بتتحدد بموقف واحد او زله واحده، مم. لا هو حياه تعبت من البتاع ده، كملي. حياه وسنين وكده ومواقف بقى كتير، فانا ابقى عارفه انه يبقى في امان ان انا احكي لك اي حاجه، هقول لك اي حاجه، اعبر لك عن اي شعور في الدنيا يجي في بالي. فبحس الحاجات دي معنى الامان الامان الصراحة. والونس. والونس اللي هو انا ابقى احس انها متونسه، اللي هو ايه، إن احنا مثلا ابقى قاعده، انا دلوقتي قاعده لوحدي، فانا مثلا انا ممكن ادخل لك في اي وقت، ابقى عايزه اكلمك مثلا او اقول لك حاجه الاقيكي موجوده، انت بتخلقي لي الونس ده، اللي هو ان هو في ونس، انا ممكن اتونس بيكي في اي وقت، مم. انت هتبقي متاحه، مش اللي هو هتحسسيني ان انا مش فاضيه لك او مش عارف ايه وكده. بس انت والله يا هجوره نعمل ونس بجد، بتسليني قوي وبتونسيني قوي. ايه رايك في البودكاست بتاع امبارح اللي انا عاملاه لك؟ خطير، سمعت كل مسلسل اذاعي. ايوه. هقول لك بقى المبالغه يعني بس دي حاجه ليها علاقه بيا انا، اه. اللي هو انا بحب ان هو اللي اصحابي يبقوا مبالغين في حب، يعني عادي لو يعني انت ممكن مش شرط بتحبي يكون- اللي بيحبك يعبر لك عن حبه بالكلام يعبر اكتر. بقى، احس ان هو بحب التقدير عامه، احس ان انا مم. متقدره قوي، مميزه قوي، عشان لو انا ما كنتش، بس هي بصراحه مش حاجه حلوه يعني، ليه؟ بس انا بحس ان انا بحب احس ان انا في حته مميزه قوي، لو انا اقل منها بحس ان لا انا مش بيحبني زي ما بس هي فعلا احنا لو صحاب لازم فعلا لازم ابقى تبيني لي حته مميزه. بالظبط. احنا ليه وبرده يعني المبالغه في اي حاجه بعملها، بس اللي هو مش تنافقني او تقول حاجه مش صح، لا تقول لي الحقيقه وتقولها لي بصراحه، بس اللي هو تبقى حاسه انها تبين لك ان هي فعلا احس عاجبها، انها ما مهتمه، تحسش لا مش اللي هو ان هو تبقى فعلا ده رايها، مم. احس ان هو ده فعلا رايها، ده وجهه مم. نظرها فيا، بس يعني مثلا يعني حتى لو حاجه مش عاجباها، انا مثلا عملت حاجه مثلا مش احلى حاجه، مش تقول لي كلمتين وخلاص، لا احس ان هو اجر قبل كده يا جماعه حست ان انا متضايقه منها عشان بعت لها جمله واحده، يعني مثلا بعت لي حاجه فانا بعت لها جمله واحده، فقالت لي هو في يا سما وانت متضايقه مني؟ كنتش متضايقه ولا حاجه والله، لا كنت انا ما عنديش طاقه يعني بس. انا بقول لك بحب حتى اللي هو ما تقوليش جمله واحده، قولي كلمتين، ايوه ما ايوه تقوليش مثلا حلو. كويس، ايوه ايوه ايوه، ما بتحبش ده الجمل دي. تحفه، لا احبش ان هو لازم تقولي تبقى مثلا جمله تحفه موت، خطير وبيطير يا اجر. عشان احس تحفه انها حاجه بقى، لكن لو قال لي حلو احس ان انا عملت حاجه عاديه، ايوه ايوه. بس مش معنى كده انها تنافقني انها تقولي حاجه مش صح، لا بس هي تحس بالعكس يعني انت بتقولي جمله قوي بحسها حلوه قوي، اللي إيه؟ هو ان احنا مرايات لبعض، بحب الجمله دي، او ان احنا فعلا نبين حقائق بعض، وان انا اقول لك فعلا على اللي انا شايفاه، مش انا شايفاكي عشان انا شايفاكي حلوه فعايزاكي تبقي احسن، ايوه عشان ايوه. انا بحبك وشايفاكي حلوه عايزاكي تبقى احسن، مم. واعبر لك بقى باهتمام واقول لك كلام كتير، مم. وبس يعني ده اللي انا بشوفه. فعلا دي مهمه جدا وحقيقيه جدا بجد. هل الصحاب اقرب من العيله؟ من وجهه نظري اقرب من العيله، هم ممكن يكونوا عيله، بس يعني مش اقرب من العيله، مش حكايه اقرب من العيله بس. انت انت كنت قلتي لي الموضوع ده قبل كده وانا مقتنعه بيه جدا، ان احنا العيله احنا ما بنختارهاش، العيله اتفرضت علينا، يعني العيله احنا اتولدنا لقينا مامتنا بابانا اخونا اختنا مش عارفه كذا، لكن العيله انت اللي بتختاريها بنفسك بقواك العقليه، بيبقوا اصحابك معاكي بنفس الفكر، معاكي بنفس العقليه، بتحبيهم، انت اللي بتختاريهم، فاصحابك دول مهما. لا بس ممكن الغرض من السؤال اللي هو يعني انت ممكن نحكي لاصحابك حاجات ما تقوليلهاش لاهلك، فاللي هو ممكن حاجات مثلا لو موقف معين احس ان انا اهلي مش هيفهموني زي ما صاحبتي مثلا هتفهمني فيه، ممكن صاحبتي ما تحكمش عليا، او صاحبتي ما تفكرش ان مثلا يعني تسمعني من غير ما تقول ما تحكم عليا من الاخر، لكن الاهل ممكن يحكموا، او الاهل بيكونوا خايفين اكتر، فاهمه؟ وكمان انت ممكن تكوني خايفه تحكي لاهلك، لكن صاحبتك ممكن تعرفي عادي تتكلمي معاها، بس برضو يعني الاهل لازم يكونوا قريبين، اكيد يعني الام مثلا بحس ان الام مثلا ماما مثلا ممكن كنت اقول لها اي حاجه، ممكن الاخت برضو مثلا كده، وفي ناس برضو بالنسبه لها مش حاسه ان عيلتها بتفهمها قوي، فالصحبه بتعوض ده، يعني في حالات مختلفه. انت شايفه ايه؟ انا شايفه ان معاكي حق فعلا. طب لو الموقف دلوقتي موقف بالنسبه لك متضايقه قوي، ويعني هتروحي الاول تتكلمي مع صاحبتك ولا مع اختك مثلا، ولا على حسب الموقف ده انت حاسه، يعني بحس في مواقف او في حاجات بنتوجه لاشخاص معينه، صح؟ ايوه ممكن، يعني في حاجات علشان مثلا احنا اخوات عايشين في نفس البيت، ف... ف... ففي حاجات ممكن اقول لها هي،
لكن في حاجات مثلا ممكن تحصل في البيت واحس ان انا عايزه اعبر عنها بس مش هعرف اعبرها مع اللي عايشين معايا، محتاجه حد تاني، محتاجه تفضفضي مع حد صحاب، بره البيت. ابقى محتاجه صحاب. مم. لكن لو في مشكله عامه في الحياه وانا محتاجه اخد راي مثلا حد من العيله مثلا عشان هتبقى اللي هو مثلا قرار مهم، مم. ممكن اخد من رأي الاثنين، بس هقول برضو للعيله. طب انت لو دلوقتي في حاجه انت متردده فيها، ممكن تسمعي راي الاثنين، راي الصحاب وراي العيله، وفي الاخر بتاخدي قرار يعني القرار بتاعك بتاخديه بالحاجه اللي انت مقتنعه بيها ولا باللي انت في رايك انت؟ هو في حاجات في حاجات وحاجات بصراحه، مش يعني ساعات احس ان هو لا انا هعمل اللي انا مقتنعه بيه وخلاص، هم قالوا حاجه بس انا حاسه حاجه تانية. في حاجات تانية حاسه ان هو لا يعني اخد، يعني حاسه ان انا عايزه اخد رايهم بقى المره دي لو هي حاجه مصيريه مثلا، حاجه صعبه قوي. يعني مثلا زي مثلا قرار الجامعه، ما انا جيت ادخل الجامعه، ما انا دخلت كليه مش مقتنعه بيها، بس هم يعني حسيت ان هو خلاص هم شايفين كده خلاص، وانا برضو ما كانش عندي طاقه ان انا اقعد اجادل فاللي هو خلاص انتوا عايزين كده ساعات خلاص. فعلا بنوصل انا برضو للمرحله في دي. الاخر هعمل اللي انا عايزاه، بس لو انتوا عايزين الطريقه دي ماشي. ايوه مش هقول لكم حاجه. فهماكي. فممكن ساعات بتبقى كده. فعلا بيجي علينا وقت جدا بتحسي ان انت خلاص ما عادش ليكي طاقه ان انت تجادلي. يعني خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه بقى، مش تتعبوني بقى. ايوه اهلي. يعني ساعات هم بيبقوا، ساعات بنبقى عندنا حاجه ان احنا عايزين نريح الاهل وخلاص. حتى لو الحاجه دي احنا مثلا في الاول مش مقتنعين بيها، بس خلاص يعني هنعملها عشانهم، بس في الاخر انا برضو هعمل اللي انا عايزاه بطريقتي. ايوه فهماكي. فساعات بعمل حياتك بقى اللي هو انا هشوف بقى مستقبلي في حاجه يعني هم تانية. عايزين حاجه تبقى مسمى، حاجه اللي هو كليه خلاص. معينه، شغل معين. خلاص هعملها زي ما هم عايزين، بس برضو هتصرف بطريقتي، برضو هعمل حاجه اللي انا عايزاها في الاخر. فهماكي. بس برضو نوع ان احنا نرضيهم برضو ده حاجه كويسه. اصل انت افرضي دخلتي الكليه اللي انت عاجباكي وفي الاخر هم مش راضيين عنك. بجد اكتر حاجه يعني هم في الحياه. مش الفكره ان هم راضيين عنها، يعني هم في الاخر كانوا وافقوا لما لقوني خلاص متمسكه، بس ما كانوش راضيين قوي. وهو يعني انا اكتشفت لما عديت المرحله دي ان هو خوفهم ده كان قلق عليا، كان حاسين انا ممكن ما اعرفش اعيش التجربه في السن ده في الوقت ده. فحسيت يعني انا لما عديت وفهمت قلت يعني ده كان يعني خير ليكي. يعني هو عادي ان انا مثلا ما اخدتش التجربه في الفتره دي في السن ده، بس انا لما يعني قدام شويه ممكن اعرف اخدها خلاص. يعني حتى من غير ما ابقى متردده او متوجسه. انا برضو وقتها ما كانش عندي خبره خالص، ما كانش عندي خبره برضو في التواصل او كده. يعني برضو كنت حاسه برضو ان انا مش يعني انا نفسي انا عايزه الحاجه، بس ما كنتش عارفه انا هعملها ولا لا. بس كملي انا اسفه. الصداقه تكمل رغم ان في مسافات ما بينهم، وهل احنا ممكن نعمل حاجه تاثر اكتر على الصداقه دي او انها تقوى اكتر او كده؟ انت قصدك مثلا ان مثلا حد من الاثنين الصحاب يبقى مثلا في بلد تانية او يبقوا مش بيشوفوا بعض على طول. في مسافه اللي هو اللي هي العلاقات عن بعد. والله انا شايفه ان هي ممكن تتاثر بصراحه، بامانه ممكن تتاثر بسبب ايه؟ ان احنا ما بنتواصلش على طول، ما بنتكلمش على طول، ما بنشاركش حياتنا مع بعض على طول. فهحس ان هتحسي ان انا بعدت عنك، وهحس ان انت بعدتي عني، وخصوصا في ايام الدراسه ان انت عندك كليتك عندك حياتك. انا شايفه ان انت مثلا ممكن تكوني النهارده راجعه من الكليه تعبانه، راجعه مش قادره، مش عارفه وراكي كذا وراكي كذا. بس هقول لك بتفرق من حد للتاني. يعني انا قصدي ان انا ممكن في ناس اخاف اكلمك علشان حاسه ان انت وراكي حاجات. انا فاهمه قصدك، بس في ناس فعلا ممكن تسيب نفسها لحياتها قوي وما تحاولش تتواصل مع صديق، لو بتسيب نفسها الحياه اللي هي انا ساعات بعمل كده. في ناس لا، في ناس بحس ان هو يعني هو ممكن يبقى مشغول وبيعمل حاجه، بس برضو عيلته وصحابه مهمين بالنسبه له، برضو اولويه بالنسبه له، فبيحاول يوازن بين الاثنين. شايفه مثلا ان انت، انا بالنسبه لي انا مثلا مغتربه دلوقتي عشان الكليه مثلا ايا كان، وبالنسبه لي هاجر شخص مهم في حياتي. انا هيعدي عليا ايام صعبه، ايام مش هبقى قادره حتى ان انا اتكلم فيها، بس على الاقل ادخل على الواتساب اقول لك هاجر انت فينك، انت مش عارفه كذا. هو ايه لازمه الصحاب يعني؟ ايوه انا بتكلم في كده، انا بتكلم ان انت مهما كنت مشغوله انت ممكن تخلقي الوقت اللي قدامك عشان تتكلمي. انت شايفه ممكن مثلا لو تختاري تنصحي حد بيسافر او عايش بعيد عن صحابه واهله، يعمل ايه علشان العلاقه دي ما تفضل مكمله من وجهه نظرك؟ ان هو من وقت للتاني يحاول يتواصل معاهم. انا مش بقول كل يوم، بس اللي هو من وقت للتاني، مثلا كل اسبوع بنتكلم مثلا، وممكن نتكلم فيديو كول. اول فرصه مثلا هنزل بيها المحافظه اللي انا عايش فيها ابقى حريصه ان انا عايزه اقابلهم على طول واقعد معاهم، حتى لو ساعه ساعتين. انا بحس ان ده هيفرق كمان تاثيره مع الناس اللي هو لحد الشخص نفسه ولا الاثنين. يعني هو هيحس ان هو لو هو الصحاب ده هو فعلا مرتاح معاه
بيحبهم وبيرتاح لهم، هو نفسه هيتاثر وصاحبه برضه هيتاثر ان هو كان حريص انه يقابله ويقعد معاه. وبعدين واحنا والله لا تقول. واحنا كل ما بنكبر فعلا كل ما بنحتاج صحابنا بجد زيهم زي الاهل بالظبط. انا بحس ان انا كل ما بكبر احتياجاتي للصحاب بتزيد. ما انا بقول كده، انت بتقولي بتزيد. ايوه احنا بنبقى محتاجين. أنا عارفه ليه؟ لان مشاكلنا بتكبر واحتياجاتنا بتكبر، احتياجاتنا النفسيه بتكبر. يعني احنا كل ما بنكبر بقى محتاجين حد يبقى معانا، حد نحكي له، حد نقعد نقول له كده. فبحس ان هو الصحاب مش حاجه رفاهيه. مش لو زمان واحنا صغيرين ممكن الخروجات او ممكن تكون بتبقى كل فتره وفتره وممكن اصلا مش كتير. لا لكن الخروجه مع الصحاب احتياج 100% بجد 100%. ده بتبقى محتاجه ان انت تقعدي مع حد فاهمك، حاسس بيكي، بيكذب الحاجات اللي انت بتقعدي تساليها عن نفسك. انت اوقات بتقعدي تقولي عن نفسك، تحكمي على نفسك احكام قاسيه غلط. وتقعدي تقولي ان هو لا انا مقصره في ده، لا انا مش كويسه، انا مش عارفه ايه. انت بتبقي محتاجه تقعدي مع حد هو اوريدي عارفك وفاهمك فيكذب لك ده، يقول لك لا انت كويسه، لا انت مش عارفه ايه. وفكره القعده الونس اللي هو انا احس ان هو كده روحت كده حسيت ايوه ان انت ارتحتي كانك رحتي جلسه نفسيه فعلا. صح اللي هو فكره ان انا اقعد اتكلم وانتي مع حد دي اصلا راحه. الصحاب لبعض احتياجات، يعني بحس احتياجات قوي. يعني انت فعلا يعني مثلا صاحبتك ممكن دلوقتي تبقى تضحكي مع تهزري معاها بس ما تعرفيش تروحي لها مثلا لو انت مخنوقه في حاجه كده فعلا، ولا صاحبتي تقبلني في كل الاحوال؟ على فكره في صاحب بيبقى كل ده، بس في برضه صحاب بتبقى مختلفه. كل حاجه احتياج. يعني مثلا ممكن صاحب مثلا اعرف احكي معاه في اي حاجه، وجهات نظره مثلا شبهي، فاقعد احكي واتكلم معاه وكده. وفي حد تاني ابقى رايحه له عشان اهتماماته شبه اهتماماتي فيشاركني الاهتمام ده. وفي صاحب تاني اللي هو هيعرف يخرجني مثلا لو انا في مود وحش هيعرف يخرجني منه، هيعرف يفصلني. وفي حد تاني هبقى عارفه ان هو مستعد يشاركني الحزن، يعني انا مثلا حزينه بمر بحاجه صعبه فبقى عارفه ان هو عنده استعداد يسمعني ويتكلم معايا وكده. ففعلا ممكن يكون في كل صاحب في حياتنا يدينا احتياج معين، وممكن كله ممكن واحد يبقى يعمل كل ده. وفي برضه واحد زي النقطه اللي كنا بنتكلم عليها ان احنا لما بنكلم صحاب زمان احنا بنحبهم بس هم بنحبهم بسبب برضو ان هم بيشبعوا حاجه معينه. لا ان هم بيخلونا نرجع لحنين الفتره اللي هم كانوا فيها زي ما احنا كنا بنتكلم. فده احتياج. ايوه صح. انت محتاجه تفتكري ايام زمان. انا في الخناقات اللي بتبقى ما بيننا وبين صحابنا اوكي تتصرفي ازاي؟ بتصرف ازاي؟ بصي هو انا طبيعه شخصيتي ما اعرفش ابقى متضايقه من حد ما اقولوش. انا وده على فكره علمتها لك عشان انا بخاف منك. والله العظيم تطورتي. ايوه الكلام اللي بجنبي بدري دايما بيخرج عليكي. والله انا كانت ازمتي الوحيده معاكي ان انت ما بتقوليش انت متضايقه من ايه. يعني حاسه ان انا بقيت بقول لا تطورتي جامد. انا من الشخصيه بقول لك ان انا لو متضايقه من هاجر قوي مثلا او متضايقه من اي واحده صاحبتي ومخنوقه انا ما بعرفش اتعامل عادي بعدها. في ناس تعرف تبقى مثلا متضايقه من شخص معين وتعرف تتعامل معاه عادي حتى لو هي متضايقه. انا ما اعرفش. انا لازم ابقى صافيه من ناحيتك وحاسه ان انا بحبك فلازم اقول لك ان انا متضايقه منك ولازم هعاتبك واتكلم معاكي واقول لك على كل اللي انا حاسه بيه حتى لو انا متعصبه وبزعق بس بخرج. انت تعرفي ان انا لو ما خرجتش اللي جوايا ليكي تعرفي ان انا بجد مقفوله قوي منك. تعرفي ان الموضوع وصل لمرحله العتاب اصلا من المحبه انت تعاتبي حد. يعني انت لو في حياتك فعلا ما عاتبتيش حد يبقى هو مش غالي عندك. هتعاتبي ليه؟ انا يعني بقول للحد اللي قدامي وبعاتبه علشان ببقى عايزه اصلح الموضوع، ببقى عايزه اخلص. انا ما بحبش الخناقات وما بحبش الخلافات. انا ما بحبش تعب الاعصاب ده. انا حتى في المناقشات ماليش جدال قوي. برضه انت عارفه يا سما بقعد اجادل في الاخر بقول انت عارفه برضه بتفرق فعلا من صاحب لصاحب. لان في صاحب ما يهونش عليك ان انت تزعلي يعني انا مثلا بس بحس ان ده هطل، يعني مش حاجه صح قوي الناس تعملها قوي. بس اللي هو بقيت بعد ما بخرج كل اللي جوايا كل اللي انا عايزه اقوله لاي حد. لا مش اي حد، يعني لو حد قريب مني قوي عمل حاجه ضايقتني وبعدين بعد ارجع اتكلم معاه في موضوع عادي ولا كانت حاجه اللي هو خلاص بقى اللي هو تخطينا الموضوع. على فكره ده مهم جدا ان انت ما عايزه نزعل من بعض. اصل احنا لو فضلنا مثلا يعني زعلانين من بعض هيأثر فيا كمان وممكن يأثر في صداقتنا. يعني احنا لو فضلنا متخانقين من بعض فتره وسيبنا بعض زعلانين من بعض حتى لو اتصالحنا ده هيأثر ان احنا سيبنا بعض فتره. هيأثر
يعني هيأثر على علاقتنا ومدى قوتها. هل شخصيتك بتختلف مع كل شله بتدخليها؟ يعني بتحسي ان شخصيتك هي ولا بتتعاملي مع الاشخاص بطرق مختلفه؟ لا طرق مختلفة. هقول لك، في صاحب ببقى حركة معاه قوي، بيديني مساحة ان انا اهزر واضحك واطلع اللي هو ايه المجنون اللي جوايا. وفي حد تاني بحس ان هو انا بحبه بس علاقتنا ما تسمحش كده. اوكي. وفي حد بحب يعني هو بيدخلني في مود ان انا ابقى عميقة بقى ونقعد مين؟ زي يعني؟ بس نورة بتدخلني في حاجات عميقة بتخليني اقعد اتكلم فيها. يعني انتي مثلا بعرف اعمل معاكي الحاجتين، ايه وايه؟ اللي هو ان انا اهزر وابقى مجنونة وبرضه يجي عليا وقت لما يبقى عندي حاجه عايزه اعملها مثلا او انفذها اقولها لك اعملي الاتنين. انا برضو بحس بكده. وبرضو يعني انا برضو بحس ان انا بحس ان انا يعني كنت بتكلم قبل كده في موضوع ان انا مثلا لو جربت ان انا اجمع صحابي كلهم مع بعض، حاسه ان الدنيا انا مش هعرف اتصرف ازاي. يعني مثلا جبت صحاب ابتدائي مع اصحاب ثانوي مع اصحاب مثلا جامعه، انا ما عنديش الصحاب كتير، بس لو جمعتهم كلهم مع بعض حاسه ان انا مش هعرف اتعامل. شخصيتي اي واحده اللي هتطلع، حاسه ان انا هبقى يعني مش هعرف اتعامل، وهبقى خايفه بصراحه ان انا ادي الاهتمام لحد اكبر فالتاني يزعل. ايوه هبقى فعلا انا متوتره قوي من الموضوع ده، واخاف لاحسن حد مش عارفه حد يقول حاجه فالتاني يفكرها حاجه فانا بقى ابقى في النص بقى بلبلطه. بجد حاجه موتره جدا. ممكن. وبرده ايوه النقطه دي، بس في ناس ما شاء الله بيبقى عندها كده مهاره اجتماعيه عاليه قوي، بيعرفوا يجمعوا الشلل دي. وبرده بتبقى شطاره. يعني في ناس بتحب صحابها يبقوا صحابها يبقوا صحاب ناس تعرفهم على بعض. في ناس بتحب كده. يعني هي نفس الحاجه بس اللي هو ايه، يعني انا مثلا صاحبتي سما وصاحبتي حد تاني، فعايزه سما تتعرف على صاحبتي التانيه دي فخليهم صحابها اللي هو كده. في بقى ناس بتعرف اتنين على بعض وفي الاخر هي بتحصل يعني بتبقى صعبه قوي. بصوا احنا نسال اخر سؤال ده وبعد كده هقول لهاجر هي تقول 3 حاجات بتحبهم في علاقتنا وانا هقول لها 3 حاجات بحبهم في علاقتنا. اوكي قولي، يلا قولي السؤال الاخر واحد. ايه الصداقه اللي تبقى بالنسبه لك تستاهل طاقتك وانك تحاولي علشانها مرتين وثلاثه يعني تحاولي عشانها كذا مره؟ لما احس فعلا اللي قدامي يعني ما يهونش عليه زعلي، او احس فعلا ان الصداقه دي غاليه، علشان انا اصلا شخصيا انا ما بصاحبش على ناس كتير. انا ممكن بتعامل مع ناس كتير بس القريبين مني قليلين قوي. فالقريبين انت لو مثلا لو حسيت فعلا ان انت زعلان عليا او ان انت زعلان ان احنا زعلانه مثلا ان احنا مش قريبين زي الاول، لا انا هجرب اكتر من مره، او هحس فعلا الشخص ده يعني انا مش هلاقي زيه تاني، هو فعلا شخص مميز. فاكره بجد لما كنا هنقطع علاقتنا ببعض فاكره انا ساعتها حسيت في بالي برضه ساعتها حسيت لا يعني انا مش هعرف اعوض الصداقه دي خالص، ومش يعني عادي الصداقه دي تستاهل ان انا اجرب اكتر مرتين وثلاثه واربعه. حتى لو علاقتك بيا لا ساعتها فكرت في كده. حتى يعني سبحان الله قبلها كنت بفكر عكس كده خالص. كنا احنا اصلا بنشد يعني كل شويه نقعد شد وجذب كتير من غير سبب. كانت ثانويه عامه اخر ثانويه عامه، بس حاسه انه يعني لو احنا كنا بنشوف بعض كل يوم حرفيا فطبيعي يعني حتى لو احنا عايشين في نفس البيت هنشد مع بعض. ايوه صح، فده طبيعي فعلا كان يحصل. بس انا لما فكرت وهديت مع نفسي قلت هي صداقه فعلا تستاهل ان انا اجرب اكتر من مره علشان تصلح وعلشان تبقى كويسه، واحنا ممكن نشتغل على نفسنا. انا مثلا لو شايفه ان اللي قدامي في حاجه ما بتحبوه مثلا في حاجه انا بعملها اللي قدامي ما بيحبهاش ان انا اعملها، خلاص انا هصلح ده. عارفه مثلا وليكن ان فلانه حساسه مثلا من موقف معين او من حاجه معينه ما اعملهاش وهي كذلك علشان نريح بعض، فاهمه؟ عشان العلاقات تستاهل ان احنا نعمل ده علشان صراحه. صح اتكلمي بقى. هقول لك طبعا في صداقات في الحياه تستاهل ان الواحد يحاول عشانها ويعدي عشانها حاجات، عشان هو فعلا هو مش هيعوض. في صداقات الواحد مش هيعرف يعوضها، مثلا فيها سنين فيها عشره فيها انه ده حد فهمني. فانا اصلا وانت عارفه برضه اكتشفت ان احنا كل ما بنكبر او انا بحس ان انا برضه مش عارفه اعمل صداقه زي ما عملت صداقه زمان، زي ما عملنا صداقتنا ما عادش عارفه اكرر حاجه زي تاني. يعني ممكن يبقى في علاقات في حياتنا طبيعي، زماله، ان احنا مع بعض في نفس المكان، عشان يعني حتى لما انت تبقي مع ناس هم معاكي مثلا في نفس الكليه في مكان شغلك، انت لو غيرتي المكان ده ورحتي مكان تاني خلاص الناس دول هيمشوا، لان في ناس فترات وفي ناس بقى الحياه، في ناس للحياه وفي ناس فترات. صح. وبرده الناس اللي هي وقت الفترات دي مش برده حبيناهم وتعلقنا بيهم، بس
مش هيكملوا معانا، يعني هي فتره وخلاص. مم. انا بشوف كده. طيب قولي لي بقى، نختم الفيديو بقولي لي 3 حاجات بتحبيهم في علاقتنا، وانا اقول 3 حاجات بحبهم في احنا قلنا علاقتنا. مره واحده كده. امتى؟ هقول لك، بص، بحب في علاقتنا انها ونسه، اللي هو فيها ونس، دي اول حاجه. جه في دماغي حاجه تافهه بس كملي. لا قوليها. بحب قوي لما نقعد مثلا، انت يبقى عندك طاقه قوي فتبعتي لي ريكوردات كتير 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 كتير، وانا اقعد اسمعهم مثلا وانا بعمل مواعين او في المطبخ او ايا كان، او انا بعمل ايه. بحس ان انا يعني مستمتعه قوي، بتحكي لي مثلا حاجات كتير. او انا برضو نفس الحكايه، بحب لما ببعت لك ريكوردات كتير وبحس ان انا يعني قلبتها بودكاست. انا قلبت لك بودكاست بتسمعيه. ايوه فعلا بقى، انا بحب برضه لما تصحي من النوم وتبعتي اللي هو صحي عليا. ايوه يا بنتي، انا لازم افتح الواتساب اشوف انت بعتة اول ما اصحى. والله العظيم ممكن اعيطي يا والله بفتح على سوري لو والله. بتشوفينا بعتة ايه. اه انا بعمل كده برضه على فكره. بس ماشي كملي. ولو انت صاحيه وانا مثلا عايزه انام، مش هنام ابدا، بسيبك يعني عشان لما انت تنامي. يا روحي. ماشي. قلنا ونس وامان. ونس وامان اللي هو من غير تكلف، يعني مش متكلفه، اللي هو احنا عادي، احنا حتى اصلا بنسجل الفيديو ده اللي هو على طبيعتنا، احنا مش يعني حتى عشان احنا بس سوا والله طلع مش حاسين ان احنا يا رب يا رب لما يتمنتج يطلع خطير. اتمنى يا رب، ذلك اتمنى عشان الواحد ابقى تعب وش، يعني ابقى وش حلو عليك. ان شاء الله. بس هتعرفي يعني انا يعني اول مره اتكلم قدام الكاميرا بخاف منها قوي، مش كده بس طلع زي القمر اهو، طلاقه وما بعدها طلاقه. لا بس يعني لو عشان احنا سوا بعد كده هتلاقوا هاجر في الفضائيات يا جماعه، صح؟ ماشي. بس انتي بقى. زي ما لسه قايله، اللي بحب ان انا ببعت لك كتير والاقيكي متحمسه وبتردي وبتاع، وانتي برضه نفس الحكايه. بحب قوي لما مثلا انا وانتي زي ما استني هقول لك، نتناقش مع بعض، بنعرف نتناقش في اي حاجه. بعرف اتناقش معاكي في مواضيع حياتيه، بعرف اتناقش معاكي في حاجه افلام، بحبها برضه. بحس ان انا ممكن اتكلم معاكي في 100,000 حاجه. اول لما بفكر برضو في فكره جديده، انت اول حد بيجي في بالي اروح اقول لك. بحس ان انا بفتح لك حاجات وانت بتفتحي لي حاجات، يعني بننور لبعض طرق احنا ممكن ما نكونش شايفينها. دي حاجه حلوه قوي. دي حقيقه. بحسك بتعرفي تحتوي قوي اللي قدامك. يعني في علاقتنا عامه انا وانت بنعرف نحتوي بعض قوي. لو انت متضايقه وانا متضايقه بنعرف نحتوي بعض، ونخرج نفسنا من اللي احنا فيه. دي حاجه حلوه قوي برضو. وبحسك فعلا ان انت قلبك عليا، يعني انت فعلا عايزاني ابقى كويسه، وبتفرحي لو انا مثلا عملت حاجه حلوه، او تزعلي لو انا مثلا مخنوقه او متضايقه او كده. فبحس فعلا حبك حقيقي، حبك صادق، طالع من جوه، يعني حقيقي قوي. فدي حاجه حلوه قوي. وفي خلاصه الكلام يا بنت، نحب نقول لكم في اخر الفيديو يا اخواتي، استني بس الترابيزه ارجوكي. نحب نقول لكم في اخر الفيديو، اعملوا الفكره دي مع اصحابكم، واسالوهم اسئله وجاوبوا عليها، وعبروا لهم على ان انتوا بتحبوهم. وايه كمان؟ افتكروا اصحابكم، يعني افتكروا اصحابكم ايوه نفس الحاجه. لا قولي عادي. بجد انا يعني افتكروا اصحابكم بجد، افتكروا ان انتوا تكلموهم، وحتى لو قلتوا كلمه بسيطه وفكروهم دايما ان انتوا بتحبوهم، عشان حتى لو حد عارف في حياتك ان انت بتحبه، هو محتاج ان انت تفكره بجد، يعني محتاج تقول له بحبك. دربوا نفسكم على الجمله دي عامه. عبروا عن نفسكم، عبروا عن مشاعركم يا اخواتي. و تحبي تقولي ايه في اخر الفيديو؟ زي مثلا السبت الممتاز بيقولوا يا رب تدخلوا الجنه، نقول ايه مثلا حاجه زي كده؟ يا رب تلاقوا، يعني يا رب لو عندكم صحاب بتحبوهم تفضلوا سوا طول العمر، ولو لسه حاسين ان انتوا ما قابلتوش الصاحب الكويس، ربنا يعطركم في حد شبه كويس. يا رب تلاقوا الونس يا ولاد. يلا 1 2 3 يا رب. يلا يا رب ايه؟ 1 2 3 يا رب تلاقوا الونس. استني تاني. 1 2 3 يا رب تلاقوا الونس.